من اسبوع جالي عميل وكان عامل اعلان شكله خطير جدا، كل التصميمات رهيبه وجايب موديلز احسن موديلز في مصر، ولكن كان عنده مشكله خطيره جدا. كل اللي هو عمله ده وزيرو نتائج، مفيش ولا مبيع. انا بصراحه ما كنتش فاهم ازاي انت صارف كل المصاريف ان هو مصور احسن صور وعنده احسن ديزاينرز وعاملين كل ده، ولكن زيرو نتائج. ازاي في الاخر الكلام ده متحققش لفلوس؟ بكل بساطه دخلت اتفرجت على الاعلان، لقيت ان اول سطر هو كاتب فيه بنقدم لك احسن منتج في مصر والوطن العربي كله. معلش، هو السؤال هو حضرتك مين؟ يعني ليه معلش حضرتك لما بادئ الاعلان بتقولي ان انت احسن منتج في مصر؟ انا بناء على ايه حسيت ان انت فعلا احسن منتج في مصر؟ فانا اقترحت عليه بكل بساطه ان احنا هنغير اول 3 سطور بس من الاعلان، ومن اول 24 ساعه كانت النتائج بدات تظهر، وفعلا بقى بيجي مبيعات واكتر من اللي هو اصلا كان متوقع. لو انتوا عايزين تعرفوا انتوا كمان احنا عملنا ده ازاي وكتبنا ازاي الاعلان بشكل صحيح، انا عامل لكم فيديو على اليوتيوب بشرح فيه من الصفر للاحتراف ازاي تكتب اعلان، وايه هي الاخطاء اللي ما تقعش فيها، وازاي تكتب اعلان ناجح عشان تزود مبيعاتك وتستفيد بكل حملات الاعلانات. ما تنساش تعملي لايك وفولو وتتفرج على الفيديو على اليوتيوب.